تخيل تكون عايش في قرية محوطة الوحوش من كل مكان، وفي يوم وليلة شخص واحد يكشف حقيقة القرية اللي بتكون معزولة عن العالم، ويكون قدام اختيار بين إنه يكمل في العزلة أو إنه يرجع للعالم الحقيقي. وده الاختيار اللي اتحطت فيه بطلتنا إيفي. وتعالوا لما نشوف قصتها إيه. بيبدأ ملخصنا في واحدة من القرى القديمة، أو تبان إنها قديمة من لبس أهلها وعدم وجود أي تقدم فيها، لكن رغم ده القرية بتقدر تزرع وتوفر كل متطلبات الحياة. المهم إننا بنشوف واحد اسمه روبرت وهو بيبكي على ابنه الصغير بعد ما مات، وكان وقتها جنازته والكل واقف يودعه. وبعد الجنازة كل سكان القرية اللي يتعدوا على الإيد حرفيا بيقعدوا ياكلوا وسط القرية، وكأنه طقس متعودين يقوموا بيه لما حد يموت. بعدها الأطفال بتغسل الأطباق، والبنات وستات القرية بينظفوا بيوتهم، وواضح قد إيه إن كل واحد منهم مبسوط بالدور اللي بيقوم بيه. ولكن بنلاحظ إن في زهرة حمراء جنب بيت، لكن البنت بتقطفها بسرعة وبتدفنها تحت التراب وكأنها لعنة عليهم. ولو عايزين تعرفوا سرها كملوا معانا. بيجي الليل على القرية وبنشوف برج المراقبة، وفي شاب واقف عليه بيراقب اللي هيخرج من الغابة، وكأنه مكلف بحراسة شيء ومحدش يعرف هو إيه. تاني يوم المدرس والكر، واللي يعتبر من كبار القرية، بيلاحظ شوية طلاب متجمعين عند حاجة، ولما بيقرب بيتصدم إنه حيوان صغير ميت ومسلوخ جلده. فبيرجع بالطلاب للفصل، ولكن كان الأطفال عايزين يعرفوا مين عمل كده في الحيوان الصغير، وكلهم كانوا خايفين إنها تكون الوحوش اللي بتسكن الغابة. ومن هنا بنفهم إن الغابة فيها وحوش منع أي حد يدخلها، ولكن والكر بيطمنهم إن الوحوش لا عمرها جت عندهم ولا هم اخترقوا حدودها، لأن ده عهد قديم بينهم. بنشوف بعدها مجلس القرية المكون من 8 أشخاص، وهنعرف اشمعنى ال8 دول بالذات اللي يبقوا كبار القرية وبيتجمعوا طول الوقت في سرية. المهم إن شاب اسمه لويس بيطلب يقابله، وده يبقى ابن هانتل من مجلس القرية، واللي كان عايز يعدي الغابة والحدود ويدور على علاج فيها، لأن موت ابن روبرت أثر فيه. وعرفوا من الوحوش اللي في الغابة عمرها ما هجمت عليهم، يعني ما فيش خوف منهم، عشان كده معتقد إنهم مستحيل يؤذوه. لكن طلبه كان رده الرفض طبعا، عشان لو دخل الغابة يبقى كسر العهد. ولكن الموضوع كان مضايق مامته اللي بتسأله، فاكر نفسك هتغير إيه وإيه اللي بتطلبه لو رحت المدينة؟ بس لويس بيقول لها إن هي اللي عندها أسرار، فمش قادر يتكلم معاها، وبيشاور لها على صندوق مقفول. بيقول لها أنت وكل كبار القرية عندكم نفس الصندوق، لو مش خايفة من الأسرار قافلة ليه؟ ولما ما بيلاقيش منها رد فعل بيعرفها إنه هيروح لصاحبه يسهر معاه في نوبة الحراسة لأنه خايف. وبنشوف لويس مع صاحبه اللي كان مرعوب لا يقابل وحوش، ولكن لويس بيسأله تفتكر المدينة عاملة إزاي؟ بس صاحبه بيقول له إنه مش مهتم يعرف أي حاجة عنها لأنه مرتاح هنا، فليه يفكر في المجهول. تاني يوم بنشوف هانت مع أهل القرية، وهي بتقول لهم يخلوا بالهم من الأطفال الفترة دي، لأن واضح إن في حيوان مفترس في القرية بيسلخ الحيوانات، ومستحيل ده يكون عمل وحوش الغابة، وقريب طبعا هيقدروا يمسكوه. في بيت والكر بنته جيني بتروح له وهي فرحانة تعرفه إنها عايزة تتجوز، بس هي لسه معرفتش الشاب إنه بتحبه. فباباها بيقول لها تعرفوا الأول وبعدين تطلب الإذن للجواز. فبنشوفها عند لويس وبتعترف له بحبها بكل جراءة، بس واضح إن رده كان الرفض عشان رجعت البيت وهي منهارة وبتعيط. واختها ايفي فضلت تهدي فيها وتغني لها لحد ما بتنام. اما لويس كان في بيت روبرت اللي لسه منهار على موت ابنه، ولويس بيساعده في البيت لحد ما يرجع لطبيعته تاني. ولكن روبرت كان شارب وبيبدأ يتكلم عن حاجات غريبة، وكأنه مخبي سر كبير عن القرية وكان السبب في موت ابنه. في نفس الوقت بنشوف أطفال بتلعب على أطراف الغابة، ورهانهم كان على أكتر شخص هيقدر يتحمل وقوف باتجاه الغابة، ولكن بيخافوا بسبب الأصوات اللي بتطلع منها وبيجروا على بيتهم. تاني يوم بنشوف شاب اسمه نوح، هو بيضرب الأطفال لأنه عنده تأخر عقلي، لكن إيفي بنت والكر التانية بتروح تهدده إنه لو ما بطلش يعمل مشاكل هتحبسه في أوضة العقاب. والظاهر إنه بيسمع كلامها، وبنعرف إن إيفي عامية لكن مش عامية كلي، وبتقدر تشوف بعض الحاجات في النور القوي ولكن مش دايما، لأنها ما اتولدتش أصلا ضريرة، ولكن عينيها اتأثرت بمرض وبعدها فقدت بصرها واحدة واحدة. بتقعد بعدها تتكلم مع نوح وتعرفه إنها مش هتحبسه لو ما قالش لحد على اتفاقهم، بس شرطها إنه يبطل مشاكل. وبعدها الاتنين بيتسابقوا لحد الصخرة اللي على أطراف الغابة، وبيكون قاعد عندها لويس. والغريبة إن إيفي بتعرفه إنه لويس، وبتقول له إنها عرفته من لون بشرته، وبتعرفه إن أختها فضلت تبكي طول الليل بسببه، بس مش زعلانة منه لأن الحب مش بإيديهم. وفي اللحظة دي بيسيبهم نوح وبيروح لمكان تاني، فبتصارح إيفي لويس بسبب رفضه لأختها عشان حاسة إنه بيحب غيرها، وممكن تكون هي، بس طبعا ما صرحتش بده. وقالت له إنهم لما كانوا صغيرين وبدأت تتعمي كان بيمسك إيدها في كل المناسبات، ولما كانت بتحب تعدي مكان كان هو اللي بيعديها.
ولكن لما كبرت كل الاهتمام ده اختفى، وكان لويس ساكت مش بيرد عليها وكأنه مخبي حبه عنها وخايف يقول. المهم إن نوح بيرجع وبيدي لإيفي توت بري فبتفرح، لكن لويس بيحذرها إنها ماسكة اللون المحرم واللي يبقى اللون الأحمر، والسبب إنه يشبه لون الدم عشان كده محرم، وكان بيجذب وحوش الغابة. ولكن الغريبة إنهم بيعرفوا إن نوح جابه من جوه الغابة ورجع سليم والوحوش ما أذتوش، والظاهر كمان إن دي مش أول مرة يعملها، وده حمس لويس إنه يروح لمجلس القرية ويعيد مقترحه مرة تانية في إنه يعدي الغابة ويروح يجيب أدوية تساعد في علاج المرضى. لكن زي كل مرة كان ردهم الرفض. بالليل هانت ما كانتش عايزة ابنها يكمل في موضوع إنه يروح للمدينة، فعرفته طريقة موت باباه، هو إنه كان طبيب مهمته مساعدة الناس، وفي يوم دخل عليه مسجل خطر مصاب وباباه عالج جرحه، لكن كان رد الجميل إنه قتله. وكان لويس بيسمع وهو منهار، وكانت بتقول له القصة دي عشان تعرفوا قد إيه المدينة خطيرة، بس لويس بيتعصب عليها عشان لسه في أسرار مخبيها عنه، وهو مصر إنه يروح المدينة بدل ما كل يوم واحد يموت منهم بسبب المرض عشان مفيش علاج. تاني يوم بنشوف مجموعة من الأشخاص في القرية لابسين لون أصفر وده لون محايد وبيأمنوا الغابة، وكان لويس واحد منهم، وللأسف سابهم ودخل الغابة وقطف من التوت البري الأحمر، وكان واحد من المخلوقات شافته وهما ما عملوش أي حاجة. بالليل لويس بيشوف إيفي بتلعب قرب الغابة فبيرجعها بسرعة للبيت، لكنها بتسأله ليه خايف عليها من الغابة وعاوز يخاطر ويدخلها. هنا بيصارحها إنه عايز يعرف إيه ورا الأسوار دي، وكمان يلاقي لها علاج هي ونوح. مش يمكن في علاج ليهم وهم اللي مش عارفينه بسبب الحصار اللي هم فيه؟ بس إيفي بتقوله إنها بتشوف أحسن منه بطريقتها، وقبل ما بتدخل بتعرفه إن أختها اتخطبت لكريس ولقت الحب معاه، وبتلمح له يعني من الآخر إن دي عليها الدور وبكده ممكن تتجوز لو في حد بيحبها. في البرج كان الحارس قاعد وبيسمع صوت، ولما بيبص تحت بيلاقي واحد من الكائنات داخل القرية، فبيضرب الجرس بسرعة وبيحذر كل أهل القرية اللي بيدخلوا البيت، وكل واحد بيدخل أولاده خوفا عليهم من الكائنات دي. إيفي ما كانتش راضية تدخل إلا لما لويس يجي معاها لأنه كان بعيد عن بيته، وقالت إنه هيرجع عشان يطمن عليها، وفضلت فاتحة الباب وأختها تترجاها تدخل قبل الوحوش اللي كان شكلهم مخيف ولابسين أحمر وبراس خنزير يدخلوا عليهم. بس قبل الوحش ما يحصل إيفي بيلحقها لويس وبيدخلها البيت وبيقفل عليهم جوه السرداب. وتاني يوم القراوين مش بيلاقوا حاجة حصلت أكتر من إن الوحوش سابوا علامات تحذيرية على أبواب البيوت، وطبعا الكل كان متجمع ومش عارفين إيه سبب الهجوم المفاجئ ده عليهم. لكن لويس بيكشف إنه السبب لأنه دخل الغابة وقطف من التوت البري وواحد منهم شافه، ولكن والكر بيروح عنده وبيهديه وبيقوله إن كل حاجة هتبقى تمام، وإنه مش السبب في اللي حصل لأنه كان منهار، ولكن بان في عين والكر إنه مخبي حاجة وصعبان عليه انهيار لويس وإحساسه بالذنب. بعدها كل القرية احتفلت وقدموا قربان للوحوش على صخرة قدام الغابة، وكان يومها برضه فرح كيتي والكل كان بيحتفل بيه. وواحدة من كبار القرية بتقول لإيفي إن أختها كيتي بتفكرها بأختها، فبتسألها هي فين ولو عايشة في المدينة، بس بتصدمها إنها اتقتلت على إيد 5 أشخاص لما كان عمرها 23 سنة. بالليل كل القرية كانوا لسه مستمرين في الاحتفال وبيرقصوا، لكن إيفي بحكم إنها عامية حست السمع عندها كانت قوية وسمعت حد بيصرخ، وبعدها الكل سمعوا، وكانوا طفلين حكوا إنهم شافوا الوحوش في القرية حتى إنهم لقوا حيوان مسلوخ مرة تانية، فقرروا إنهم ينهوا الفرح وكل واحد يرجع بيته لحد ما يعرفوا سبب اللي بيحصل إيه. وقرر مجلس القرية إنهم يعملوا تحقيق تاني يوم في اللي بيحصل. بالليل كان لويس قاعد قدام بيت إيفي اللي بتحس بيه وبتروح تقعد معاه وبتسأله بيعمل إيه هنا في الوقت المتأخر ده، وكان بينكر في البداية إنه جاي يحميها ويحرسها إنها تكون بخير ومش خايفة، ولكن مع الضغط عليه بيعترف لها بحبه وإنه من زمان بيخاف عليها وهي كمان بتعترف له بحبها. تاني يوم بنشوف المجلس بيحقق مع بنت عن موضوع سلخ الحيوانات، ولكن بعد نهاية التحقيق البنت بتسأل لو موضوع لويس وإيفي حقيقي، فبيضحك الأهل ويقولوا لها أيوة وإنهم قرروا يتجوزوا. ولكن بنشوف إيفي مع أختها بتسألها لو جوازها من لويس هيزعلها، فهي مستعدة تتخلى عنه، المهم إنها ما تبقاش زعلانة ولا تدي فرصة لأي راجل يفرق بينهم. وكان واضح على كيتي إنها زعلانة، لكن بتقول لأختها إن القلب اللي بيختار اللي بيحبه، وهي كمان اتجوزت فهتزعل ليه، وكفاية إنها لقت حد يحبها بجد، وبتنصحها تتمسك بالحب ده للأبد. لكن لويس كان شغال في ورشته وبيخبط بابه، وكان نوح اللي بيسأله عايز إيه، بس نوح كان بيعيط وشكله زي اللي خايف، فبيقول له لويس أنا عارف بحبك لإيفي وهي كمان بتحبك بس مش بنفس الطريقة اللي في راسك حتى بعد جوازنا، لكن أنت ما تنفعهاش. كل ده قاله لنوح وهو في ظهره، وبمجرد ما لف اتصدم من اللي شافه لأن نوح كان معاه سلاح وطعنه بيه في بطنه ووقع بعدها لويس على الأرض بينزف، لكن نوح سحب السكينة منه وكان ناوي يمشي، لكن لما لقي لويس لسه عايش رجع له مرة تانية وكمل طعن فيه طعنات كتير في نص صدره.
بعدها رجع بيته وكانوا أهله ساعتها بيجهزوا عشان يروحوا للمجلس وبينادوا عليه عشان يلبس، ولما طلعت الأم تناديه من بره كان قاعد عادي، بس لما لفت صدمت إن إيده كلها دم، فصرخت من الخضة وخافت يكون أذى بني آدم. فالقرية كلها طلعت تلف على البيوت عشان يتأكدوا إن الكل بخير، ولكن واحدة بلغت إيفي باللي حصل مع نوح والدم اللي كان على إيده، فتوقعت فورا إن لويس في خطر وطلعت جري على بيته وهي بتعد الخطوات لحد عنده، وأخيرا وصلت للسلم، ولما دخلت تنادي عليه مردش، لكن خبطت في حاجة على الأرض، ولما نزلت لقت لويس كان مغمى عليه وبينزف، فبدأت تصرخ لحد ما الكل عرف إن نوح قتل لويس. مع الأسف بعد ما الطبيب قيم حالته طلع للقرية بالخبر الوحش إن لويس موته أصبح قريب لأنه نزف كتير والجرح كمان اتلوث. أما إيفي فراحت لنوح وطلبت تقابله، ولما لمسته نزلت ضرب فيه بالإقلام، لكن باباه خرجها وقفل عليه مرة تانية. بعدها راحت لباباها وترجته يسيبها تعدي الغابة وتروح تجيب علاج من المدينة للويس، وبتقول له إنه لو لويس مات هي هتموت عشان مش بعد ما لقيت الحب تتخلى عنه بالسهولة دي. لكن مجلس القرية كان رافض الفكرة تماما، وواحدة منهم أخدت والكر على جنب وحذرته من الموافقة على إن بنته تروح للمدينة لأن ده هيدمر كل اللي بنوه. بس والكر عرفها إنهم بدأوا يخسروا الأرواح، ولو استمروا بالطريقة دي محدش منهم هيفضل عايش، ولو القرية مكتوب لها تكمل هتكمل، لكن حياة لويس أهم حاليا، والظاهر إن في سر كبير ورا اللي بيحصل هنعرفه خلاص قريب، فركزوا معايا. والكر بيروح ياخد إيفي معاه للمخزن، وفي الطريق بيحكي لها عن جدها وقد إيه كان غني والفلوس كانت سبب قتله، وبيعرفها إن في المدينة الناس بتتعامل بالفلوس وهما ما يعرفوش عنها حاجة لأنهم بيستخدموا نظام المقايضة اللي هو سلعة مقابل سلعة تانية. المهم إنه بيديها ساعة دهب وبيقول لها تحتفظ بيها، وبعد ما بيوصلوا للمخزن اللي كان ممنوع أي حد يروح عنده بيقول لها تحاول ما تصرخش لما يدخلوا. من بعد اللقطة دي مش هنعرف إيه اللي حصل معاها جوه، لكن لو كملتوا أكيد هتعرفوا. المهم إن إيفي بتودع لويس اللي في الغيبوبة وبتقول له إنها تروح للمدينة تجيب العلاج ولازم يتحمل لحد ما ترجع. أما مجلس القرية كلهم معترضين إنها تروح المدينة، بس والكر بيعرفهم إنه مش هيخسر حد تاني وكفاية خسارتهم لأكتر ناس حبوهم زمان. بنشوف بعدها إيفي عند الغابة ومعاها 2 من القرية، منهم جوز أختها اللي كان أصلا ما دخلش معاهم وكان خايف، رغم إن إيفي عرفته إنه باباها اداها حجارة سحرية هتحميهم من الوحوش، لكن ما كانش مصدق وخاف يدخل وتخلى عنها. وكملت إيفي مع صديق لويس، وكانت أول ليلة لهم جوه الغابة رعب فعلا. ولكن في نص اليوم التاني صاحب لويس بيتخلى عنها وبيقول لها إنه خايف وإن الوحوش هتقتله، لكن هي لا عشان نقية ومش زيهم، وبيتمنى لها الخير وبيرجع ويسيبها. لكن إيفي بمجرد ما بيمشي بترمي الحجارة من إيدها عشان الحقيقة طلعت مختلفة تماما، لأن وقت ما باباها فتح لها المخزن شافت وحش وفضلت تصرخ، بس باباها هداها وعرفها إن ده مجرد زي، لأن هو وباقي مجلس المدينة اللي صنعوا القرية دي، لأن الحياة في المدينة كانت لها خسائر كتير عليهم، خصوصا والكر اللي قاتل خلص على باباه بطلقة في راسه عشان الفلوس، وكل اللي بيحصل في الغابة كان من صنعهم هم وبس. بيديها بعد كده اسم العلاج اللي هتجيبه، وكمان عرفها تقايد الساعة بالعلاج، والأهم ما تكلمش أي حد في المدينة ولا تعرفهم مكانهم فين. لكن المجلس ما كانش حابب إن ده يحصل إلا روبرت اللي قال لهم إنهم بدأوا يخسروا أولادهم وده مش صح. نرجع لإيفي اللي بتكون قاعدة لوحدها في الغابة وخايفة، بس بتفتكر كلام باباها بإن كل ده كذب، وتاني يوم بتكمل طريقها زي ما باباها وصف لها بالظبط، لكنها بتقع في حفرة كبيرة من الطين، بس بتتمسك بأغصان الشجر وبتقدر تطلع منها سليمة، وبتكمل في طريقها لكنها بتحس بحد وراها، وبتتفاجئ إن في كائن قدامها كانت شايفة لونه، فبتستخبى ورا شجرة وبتردد إن كل ده كذب بس الوحش بيجري وراها، فبتستجمع قوتها وبتجري منه لحد ما بتوصل للحفرة، وبتعلق شنطتها على الشجرة اللي علمتها بيه، وبتقف على طرف الحفرة وهي فاتحة ايديها، فالوحش بيجري عليها وقبل ما يمسكها بتتحرك بسرعة فبيقع في الحفرة وبيموت، ولكنه بيطلع نوح اللي أهله اكتشفوا للأسف متأخر إنه سرق زيه وهرب من البيت. إيفي بتكمل طريقها لحد ما بتلاقي الطريق المرصوف اللي باباها قال عليه، فبتاخدها جري لحد السور الخشب اللي بتطلعه لحد ما بتعديه، وبتلاقي نفسها على الطريق، ومن حسن حظها بيكون في حارس من محمية والكر بيمر بدوريته لحراسة المحمية اللي بيسألها جاية منين، وعرفته إنها جاية من الغابة، وما كانش مصدقها وكان هيبلغ عنها، بس اديت له اسم الأدوية والساعة وترجته يجيبهم لها بسرعة، فحس إنها مش بتكذب عليه وقال لها تستناه وهو هيرجع نقطة التفتيش يجيب لها العلاج. فبيرجع للنقطة ولكن رئيسه بيسأله عن البنت اللي بلغ عنها، فكذب عليه وقال له إنهم مراهقين بيلعبوا، فبيحذروا يتعامل مع أي حاجة تخص المحمية، وبيفكروا إنه مهمته حراستها وبس. ومن هنا بنفهم إن والكر هو صاحب فكرة القرية وعملها جوه محميته عشان يحمي كل اللي بيحبهم. أما الشرطي بياخد العلاج وبيرجع بيه لإيفي وبياخد معاه
سلم عشان تطلع تاني على السور، وفي القرية بيعرفوا إن نيفي وصلت وجاية في الطريق، وكمان قتلت كائن فعرفوا إنه نوح. والكر قال لهم إن نوح أكد قصتهم ولازم يعملوا له جنازة مناسبة، وكويس إنها جت لحد كده. وبنعرف إن كل واحد من مجلس القرية خسر حد مهم في حياته، وكانوا كلهم بيتعالجوا في مكان واحد من الصدمات، واقترح والكر عليهم القرية. وبنعرف بعدها إن لويس خف والقرية كملت حياتها عادي. ولحد هنا بيخلص فيلمنا.